9 أنواع للذكاء الأخيرة ستدهشك. قلنا إن في 9 أنواع للذكاء قال لنا عليهم هوارد جارنر في كتاب The Frame of Mind. قلنا 5 منهم الفيديو اللي فات والباقي هم. سادس نوع الذكاء العاطفي، ده شخص هتلاقيه بيحب نفسه ويقدرها وعارف يحميها من إنها تتعرض للصدمات العاطفية أو الاكتئاب. بيبعد نفسه عن أي حاجة تأذيها، بيحكم عقله قبل قلبه علشان ما يقعش في مشاكل، ما هو مش هيسمح إن نفسه تتكسر. سابع نوع الذكاء السمعي، ده الذكاء اللي بيميز الموسيقيين والمغنيين. هتلاقيهم بيرتاحوا لما يسمعوا موسيقى أو مودهم بيتغير لو ما شغلوش بيتهوفن على الصبح. الموسيقى بتساعدهم على المذاكرة أو الشغل أو الاسترخاء. تامن نوع الذكاء الجسدي، وده شخص بيعرف يتحكم في جسمه وعضلاته أكتر من الناس التانية. تلاقيه بيحب الرياضة ولو ما راحش الجيم يكتئب، أو حتى بيعرف يعمل أعمال دقيقة بإيده وده بمنتهى السلاسة، زي أعمال يدوية أو تصليح حاجات معقدة كده بالفطرة. تاسع نوع الذكاء الفراغي، عارف صاحبك اللي بيعرف الطريق وهو ما راحوش قبل كده، أو لما وصلك بيتك من 6 سنين مرة واحدة وحفظ الطريق ولا كأنه طريق بيته، أهو ده عنده ذكاء فراغي. زي ما يكون عنده خريطة في دماغه بيحفظ الطرق وبيعرف يوصفها ويستوعبها. بس كده، طلعتوا أذكياء ازاي؟ قولولي في الكومنت.